النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ايه؟ باميه. كلنا طبعا عارفين طريقتها، بس حطيها ببصل وثوم. انا بعملها بثوم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا معلقتين من السمنه. تمام. وبنحط الثوم بتاعنا. الثوم، راس من الثوم. حاطين فيها شوية ملح، ونحط فيها شوية كزبرة. شوية كزبرة حلوين كده. بنشوحها طبعا، ما بنخليهاش تحمر أوي معانا التومة. دي عبارة عن نية نية كده، بتبقى حلوة. عشان حريق التوم، صح؟ أنا مستغربة. أنا مستغربة كده. بنشوحها كده كويس اهو. كده قربت تحمر. احنا مش عايزينها طبعا تحمر. تمام. البامية بعد ما قلبناها بحب نحط لها القوطة بتاعتنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما حطينا القوطة بنحب نحط لها معلقة صغيرة من الفلفل الأحمر اللي احنا عاملينه اهو. ده بيديلها طعم حلو وتحمير، طعم حلو كنوع حراق يعني. بس بتخلي الخلطة معانا في حتة تانية. بعد ما عملنا بنحط عليها ايه؟ البامية. بسم الله الرحمن الرحيم كده. البامية دي مقطعين معاها فلفل، بتديها برضه طعم حلو. اللي ما يحبش مش لازم يحط فلفل. وبعد كده بنزودها الشوربة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقة دي. وبتاخد غلوة أو اتنين كده، وبعدين بنحطها على الهادية بتاعتنا عشان تستوي بالراحة. على ما تستوي بالراحة طبعا بنعمل ايه؟ بنحمر اللحمة بتاعتنا كده. هنحمر اللحمة بتاعتنا. حطينا الطاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. ننقل كده البامية على العين الصغيرة. كده هنا. حط
نيجي عليها وكده. البامية بتاعتنا حطيناها على علب صغيرة عشان ايه تغلي. شوف الغطا بتاعها. كده حمرت، اضيف عليها فلفلتين بيدي طعم حلو جدا ليها. الطريقه دي بيدي طعم حلو. شوحيها كده معانا في السمنه قبل ما نضيف ايه، قبل ما نضيف القوطه بتاعتنا. كده شوحناها. وبعد كده بنحط معلقه من الصلصه. شوحنا الفلفل بتاعنا، نحط معلقه من الصلصه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي صلصه حراقه كده. تمام. نحط معلقتين من الطماطم. طبعا نحط شويه من الفلفل، بيدي طعم حلو ليها. وشويه من ايه، جنزبيل، ومعلقه برضو من الخل. خل طلعت. تمام. حطيتها شويه من الشوربه. وتاخد غلوتين معاها كده في الدمعه بتاعتها لغايه ايه ما تتسبك معانا، وتبقى دي شكلها النهائي. يبقى كده معانا باميه، ومعانا عملنا الباميه وعملنا اللحمه. وكده عايزه تعملي رز معاها براحتك. نبص على الباميه بتاعتنا اهي بتغلي الباميه. تمام. يبقى نقول ايه، بالهنا والشفا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان قناه تكبر بيكم. ونقول بالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.